وقبل أن نختم حفلنا الكريم سنبدأ بالتكريم. وقبل أن نختم حفلنا الكريم سنبدأ بالتكريم. وعزت أمة أنت رسولها وأسوتها. نشكر من كان ساعدا وذراعا في رعاية هذا الحفل الكريم تحت ظل هذه الظروف القاسية، وأن نشكر جميع من ساهموا في نجاح هذا الحفل الكريم، فلهم جزيل الشكر والتقدير. وأما الآن دعونا مع كلمة الأستاذ أكرم العبدي مدير عام وحدة الثقافة القرآنية وأخلاقية المهنة في وزارة الصحة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أنه لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه. محمد صلوات ربي عليه وعلى آله سبل النجاة، من قال عنهم أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. ومن قال فيهم أحب الله لما يغدوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحب أهل بيتي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أولا نتقدم بالشكر والتقدير برئاسة هيئة مستشفى الثار العام وجميع الموظفين على إقامتهم هذه الفعالية في حب رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، إذ أننا جميعا أحوج ما نكون في هذه المرحلة هو العودة الصادقة إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وإلى إحياء شخصية الرسول الأكرم في وجدان هذه الأمة وفي مشاعرها، حتى يكون للرسول حضور في واقع الأمة بهدي. ايش اللي يخرج الضوء؟ من عيونه. يا سلام، هذه المذاكرات. طيب يا أولاد، سؤال، ماذا يعني لك التعليم؟ التعليم شو يا مثلا التعليم ده مثلا ندرس هندسة. ايوه. مفتاح صيدلية. خلطنا. حلو. خلطنا. في عمل جيل يخدم الوطن. وانت ماذا يعني لك التعليم؟ أدرس صيدلة وأنت بدأت في الهندسة. حلو، غطي بدله. طيب أسألكم سؤال ثاني هو جواب لهذا السؤال. لماذا تقاس الدول والبلدان؟ بالكيلو. حلو. بالكيلو. لا خلاص ثلاثة. أنت نشتري لك لين وقلب وخبيط بلد، وأنت نشتري لك وزن كيلو ويمكنك دل ساعة. يا جهال التربية ولا تعليم. المثل بيقول التربية قبل التعليم، صح؟ يعلم الله كيف التربية. يدخل في التربية والله احنا بس ما نخلط بيش. يا سلام. السؤال، متى ولد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ عشان ربيع أول 11 هجرية. اللهم صل وسلم. والله حلو. شكل التربية ثمانية. السؤال الثاني، من التي أرضعت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ونحن السعدية والله. يا سلام، حلو جميل. طيب أنت اذكر لي صفات النبي صلى الله عليه وسلم. يا صفات النبي، الكرم والأخلاق والشجاعة أنا قلت لك تحفظها. صدقيني أنت من تحفظها. التواضع والصدق والكرم والأمانة والإخلاص مليان. ما شاء الله والله ما أحفظ. والله طيب. أصلا كنت تقول لنا أمس ولكن عليك. طيب صلينا على النبي. صلوا على النبي وحقنا كلنا. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اذكروا لي صفات يعني الوصايا التي وصى بها رسول الله. وصى بها الحق ولو كان مرا. صلوات الله عليك يا حبيبي يا رسول الله. حلو. الآن يا شباب هذا أثمرنا في التربية، بس التعليم ما فيش. الآن قالوا إما تربية وتعليم أو تربية وعمل. إذا ما شاء تعليم والله ما أفهمكم. أسألكم في مناهج. أيوة سأل يا المعلومة. في إيش ذاكر؟ إيش ذاكر؟ إيش ذاكر؟ يس. السؤال الأول. وصل من قوات. وصل من قوات.